السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفيديو ده أنا هقول لك على الخلاصة عشان القناة بتاعتك اليوتيوب يحبها ويقترحها من ضمن القنوات التانية، وتبدأ تزيد مشاهداتك وتبدأ يزيد من المشتركين، ولو انت بتاخد ربح يبدأ يزيد الأرباح بتاعتك. تمام، بس لازم تعمل معاه الخطوات دي. تمام، أنا بالنسبة لي ماشي خطأ برضو وكنتش بعمل الخطوات دي، ولكن بدأت أعملها وإن شاء الله بيكون في فرق جامد جدا جدا جدا. تمام، كل اللي عليك حضرتك، تمام، او هديك نبذه كده عشان تكون فاهم. انا دلوقتي انشأت قناه على اليوتيوب، والقناه بتاعتي مثلا بتدخل لي ربح. يعني انا القناه بتاعتي عملت قناه على اليوتيوب وبرفع عليها فيديوهات فقط، ما بعملش اي حاجه تاني غير اني ارفع الفيديوهات على القناه بتاعتي. تمام، والفيديوهات طبعا بتجيب مشاهدات، ولكن المشاهدات بتاعتها ضعيفه جدا، او ممكن تاخد وقت طويل جدا جدا جدا، يعني سواء ايام سواء شهور سواء سنين لما الفيديو ده يطلع بمشاهدات عاليه جدا. تمام، يعني المشاهدات هتكون بطيئه جدا 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 فيه، وممكن كمان ما يجيبش مشاهدات خالص. ليه؟ عشان القناه بتاعتك مش اكتف حضرتك. وانا كذلك الامر كنت بعمل ايه؟ انا بالنسبه لي، انا هتكلم عن شخصيتي. انا واحد من الناس عامل القناه بتاعتي لرفع الفيديوهات فقط. تمام، طب هتقول لي انت بتجيب الافكار منين؟ هقول لك بجيب الافكار من قنوات تانية. طب انت بتدخل ازاي على القنوات التانية؟ هقول لحضرتك انا انشأت قناه تانية. تمام، القناه ديت من خلالها ببدأ اشترك في القنوات عشان اخد منها الافكار. تمام، بشترك في القنوات عشان اخد منها ايه؟ اخد منها الافكار، وببدا اشاهد الفيديوهات من خلال القناه ديت، وببدا اعمل لايك، ببدا اعمل ديسلايك، ببدا اعمل تعليقات، ببدا اتفرج، وبخلي القناه اللي انا عملتها دي فيها سجل نشط. طب ازاي اعمل في قناه عاملها بشاهد منها وبشترك منها في القنوات سجل نشط وسايب القناه الاساسيه بتاعتي؟ طب ما هو اليوتيوب كده قناتي مش هيحبها. فهو ده الغلط اللي انا عملته. يبقى الصح ايه؟ لو انت مشاهدات عندك ضعيفه جدا، يعني حضرتك بتعمل الصوره المصغره كويسه جدا، بتعمل العنوان كويس جدا، بتعمل الوصف كويس جدا، بتعمل كلمات المفتاحيه كويسه جدا. تمام، طب ايه بقى المشكله؟ ان الفيديو بتاعي ما بيجيبش مشاهدات، او مشاهداته ضعيفه، وممكن ما يجيبش مشاهدات خالص، او ممكن يجيب مشاهدات بس مع الوقت الطويل، يعني المدى الطويل، على المدى الطويل يبدا يجيب مشاهدات. طب اعمل ايه؟ طيب يبقى حضرتك هتعمل معاه الخطوات دي وجربها شهر واحد في قناتك، وهتدعي لي. اول ما تجرب الخطوه دي هتدعي لي صدقني، واول ما تجربها قول لي في كومنتات انا جربت الخطوه دي ونجحت معايا او ما نجحتش معايا، بس هي تنجح معاك وصدقني هتدعي لي. اول حاجه القناه بتاعتي اللي انا برفع عليها الفيديوهات اللي انا بربح منها، او حتى سواء مفعل ربح او مش مفعل ربح، والقناه دي انا برفع عليها فيديوهاتي كلها، يبقى هنعمل بها الخطوه كالاتي. اول حاجه القناه دي عايز اخلي فيها سجل نشط، سجل نشط، او اخلي القناه بتاعتي اكتف، خلي القناه بتاعتي اكتف. تمام، نشطه يعني. تمام، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى القناه اللي انا برفع عليها الفيديوهات هبدا دلوقتي ادخل واشوف القنوات اللي انا مشترك فيها على القناه التجريبيه اللي انا عاملها. ماشي، لا هدخل بقى من خلال القناه اللي برفع عليها فيديوهات اللي هي القناه الخاصه بيا، وهبدا اشوف القنوات دي وهبدا ادخل اشترك في القنوات دي. تمام، اول ما هدخل هشترك في القنوات ديت. تمام، اول حاجه اعملها هدخل بقى اتفرج على الفيديوهات اللي هي بتجيلي من خلال القنوات دي. لما القناه دي بترفع فيديو بيجي لها اشعار، فاول ما يجي لها اشعار ادخل اتفرج على الفيديو، اتفرج عليه كده. تمام، اتفرجت على الفيديو اقدر اعمل لايك او اقدر اعمل ديسلايك، اقدر اعمل كومنت كمان. ليه؟ عشان اخلي القناه بتاعتي اليوتيوب يحبها ويبدا يقترحها على المشاهدين اكتر، فبالتالي تزيد المشاهدات بتاعتي. لو الفيديو المشاهدات بتاعته ميته وضعيفه زي ما قلنا كده، رغم ان انا عامل الصوره المصغره كويسه جدا، عامل العنوان كويس، عامل الوصف، عامل كلمات مفتاحيه كويسين جدا جدا جدا، المفروض الفيديو يجيب مشاهدات وما جابش مشاهدات، يبقى انا لازم اخلي القناه بتاعتي اكتف بالطريقه دي، اشاهد من خلالها فيديوهات، اشترك في قنوات اخرى، ابدا اعمل لايك، ابدا اعمل ديسلايك، ابدا اعمل اللي هي التعليقات، ابدا ارد على التعليقات، لو حد بعت لي تعليق ارد عليه، او انا ابعت تعليق للقنوات ديت. تمام، اخلي القناه بتاعتي نشطه، يعني اخلي القناه بتاعتي اكتف واليوتيوب يحبها ويبدا يقترحها للمشاهدين اكتر. وصدقني والله العظيم ان قناتك، والله عن تجارب ناس كتير جدا عملوا الحوار ده، وناس تانية عملت الحوار ده ونجحت، وانا ان شاء الله برضو هعمل الحوار ده وهقول لك تجربتي ايه. وانا برضو عايز حضرتك تقول لي تجربتك ايه، اللي انت تدخل على القناه بتاعتك تبدا تشترك من القنوات اللي انت بتتابعها من خلال القناه الاساسيه بتاعتك. تمام، تبدا تعمل لايك، تبدا تعمل ديسلايك، تبدا تعمل كومنت، تبدا تشاهد الفيديوهات، تبدا تشترك بيها في القنوات اللي انت بتحب تتابعها. وقول لي تجربتك في اسفل الفيديو. ماشي، خلي قناتك نشطه، خلي قناتك اكتف بالمشاهدات وبالاشتراكات في القنوات الاخرى انت بتتابعها،
وباللايك وبالديسلايك وبالكومنت. تمام؟ ما تروحش تعمل لي قناه تانيه جديده زي ما انا عملت قناه تانيه جديده تجريبيه بشترك بيها في القنوات، بتفرج بيها، بعمل لايك بعمل ديسلايك. لا، امسك بقى القناه دي اركنها على جنب وخليك في القناه الاساسيه اللي بترفع بيها الفيديوهات. اعمل اللايك، اعمل ديسلايك، شاهد بيها الفيديوهات، اشترك بيها بالقنوات، وقول لي رايك او قول لي تجربتك. بس جرب لمده شهر واحد وقول لي تجربتك، المشاهدات عملت معاك ايه، المشتركين عملوا معاك ايه، الارباح عملت معاك ايه لو مفعل ربح. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. دعوه حلوه بقى، سيب لي لايك اسفل الفيديو وقول لي انت عملت ايه. يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.